السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. وكيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا في الفيرما. وعاد غنفطر. هنايا راني وجدت حريشه، بحريشه على المجمر، صراحه جات زوينه بزاف، واتاي وزيت الزيتون كونفيتور والعسل. واليوم غادي نقترح عليكم السردين. غادي نوجدو بجوج طرق: مشوي بطبيعه الحال على المجمر، ومقلي في الزيت. وخليكم معايا باش تشوفوا المراحل وطريقه التحضير ديال هاد الطبق هذا، ولا هاد جوج الاطباق اللي غنيين عن التعريف، واللي كيحماق عليهم الصغير والكبير في كل بلاصه في المغرب. ويلا نبداو على بركه الله في تحضير المجمر. الصراحه هاد الخريجه كانت من ضمن الخرجات الزوينه اللي كنديرها مع العائله ديالي. واختاريت اليوم باش نوجد لهاد الخرجه السردين، حيت وليداتي تيحماقوا عليه بزاف. واختاريت انني ندير مشوي ومقلي، لانه كاين بعض الاشخاص في العائله ديالي اللي ما كيبغيوش المشوي، وكاين اللي كيبغي المقلي. هادشي علاش اختاريت انني نديرهم بجوج. ويلا دابا تشوفوا معايا المكونات اللي غنوجد بهم هاد الاطباق هادو. هنايا عندي مطيشه، فلفله حمراء وخضراء، بصله، ثومه، دنجال، والربيع، قزبور مدنوس. وهنايا السردين اللي نقيته وغسلته. وكيف ما كتشوفوا معايا هنا العطريه، كاينه فلفله حاره، ابزار، كمون، تحميره، والملحه، وزيت العود، وشويه ديال الماء. وهنايا عندي السردين اللي غنقليه في الزيت، راني نقيته وغسلته من بعد ما درت ليه الحامض والملحه واستقطر. وكيف ما كتشوفوا هنايا راه المجمر صافي، راه شاعل مزيان. خاصني دابا غير ندوز نوجد السردين ديالي في الشوايه، ونوجد شرموله ديال السردين اللي غادي نقلي. خليكم معايا واستمتعوا بهاد الاجواء هادي، ويلا نبداو على بركه الله.
هنايا راني كنوجد مجمر اخر باش نطيب فيه اتاي. واتاي راه ضروري كيف ما كتعرفوا شويه السردين لابد وضروري ومؤكد اننا خصنا نوجد معها اتاي المغربي ديالنا. غادي نطيبو على المجمر ونتلاقاو. شوفوا معايا، ما كاين لا تعقيدات لا كثره ديال العطريه لا صوص لا حتى شي حاجه، كاين غير السردين المغربي الاصيل والملحه والكمون وشويه ديال العافيه من المجمر. واخيرا سالينا الطياب. ما نعاودش لكم الريحه ديال السردين مشوي ومقلي كيف دايره في هاد البلاصه هادي، واتاي مطيب فوق المجمر. والاطباق ديالنا ما كتكملش الا ما كانش شلاضه مغربيه اللي هي تكتوكه وشلاضه المغربيه كيف ما كتعرفوا كتفرح العين قبل من نذاق. نتمنى تكونوا عجبتوا هذا الجو العائلي وهذه الاطباق هذه اللي وجدت
البسيطه اللي شاركتها معكم. وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع كل محب كيعشق النكهه المغربيه الاصيله. وخليو لي الراي ديالكم في التعليقات وشنو بغيتوني نطيب في الفيديو الجاي ان شاء الله. بالصحه والراحه ومرحبا بكم ديما في دارنا.